من جديد وين ما كنتم مستمعينا، مرحبا بكم معنا. هذه موجة إذاعة شباب وبرنامج همس الليل في لقاء متجدد كما كل سهرة أحد من 9 حتى نصف الليل. كنا نسمع في ماجد الرومي وعدتك، ثم أمام القرار الأخير جبنت، هكا قالت. مرحبا بالناس الكل معنا. توصلكم تحية الكيب اللي ترافقكم في هذا اللقاء. نزار ورتاني في الجانب التقني، اهلا وسهلا بك نزار، مرحبا. حاضرة معنا ألفا نصيب في الإخراج الرقمي واستقبال تليفوناتكم. تنجموا تكلموها على 71 844 411، ومن أمام الميكروفون معكم الثنائي كالعادة، والله لا يقطعنا عادة، أمال الرشدي ودكتور أحمد النايفر. مساء النور. مساء الخير. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. ذكركم بسبل التواصل مع البرنامج، نجموا تكلمونا بالتليفون على 71 844 411. تتواصلوا معنا زي كيف كيف عن طريق الصفحة الرسمية البرنامج همس الليل على الفيسبوك، سينو صفحة إذاعة الشباب اللي من خلالها تتابعونا صوت وصورة على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تحية لكم الناس الكل ما كنتوا، وشكرا لاختياركم موجاتنا في هذا الموعد وهذه السهرة. الموضوع اللي باش نحكيه فيه في الجزء الأول من سهرتنا لليلة من برنامج همس الليل، الحقيقة اقترحوا الدكتور أحمد النايفر الأسبوع الفارط، قال لي علاش ما نحكيوش في الموضوع هذايا، فقلت له ميسالش نحكيه فيه الموضوع. يهم الحياة بالنسبة للإنسان، ما فماش فينا شخص ينجم إنه يعيش حياته من غير محبة. وحتى من خلال عملية البحث، معناها فما مجموعة من الدراسات اللي دامت لسنوات طويلة، بعدها هي اكتشفوا أنه سعادة الإنسان تقترن بالمحبة. يعني لو وجدت المحبة في حياة الإنسان فإنه نظرته للحياة تتغير، نظرته للأشياء تتغير. من هنا أنا اخترت الحقيقة الأغنية الأولى تكون بصوت ماجد الرومي وعدتك، كلمات نزار قباني وألحان كاظم الساهر الأغنية هذه. فالمحبة أنواع، والمحبة تزين لنا حياتنا، المحبة مستحقينها فوالا بالضبط. فما محبة اللي نجموا نبنيو بها، خليني نقول إنه علاقة تكاملية. أحيانا نلقاو محبة التحامية، وأحيانا قد نلقاو محبة تملكية اللي تخلي انه الانسان يولي ينجم يحس روحه في وقت ما كانه اسير المحبه هذية والاحساس هذا. فمعك انت دكتور خلينا نحاولوا انه نتعرفوا سامحوني، نتعرفوا على انواع المحبه في تصنيفك انت، لانه تصنيفي اليوم مش عندي تصنيف خاص بي. اي لا نعرف، خاطر انا لقيت التصنيفات، لقيت فما 7 تصنيفات و7 انواع من فما 7 المحبة. فما 3 فما 8 وفما 8 فوالا. اي الاغريق عندهم تصنيفات والعرب عندهم تصنيفات. دونك هذا هو. احنا خلينا ناخذ تصنيفات الدكتور احمد النايفر. تصنيفي انا. دونك بالنسبه ليك انت انواع المحبه، وفي حال وجود المحبه في حياتنا هذا شنو ينجم ياثر علينا، كيفاش ينعكس على سلوكنا، وينعكس على نفسيتنا، وينعكس زاد كيف كيف حتى على حسن أداء الوظائف الحياتية اللي موجودة في جسم الإنسان. أكيد. أنا بالأساس مش نحكي على المحبة ما بين المرأة والرجل، خاطر بعد بحر كبير برشا. ناخذ مثال بسيط، أنه عندما نحكوا عن سكون أبيل لامور ماترنيل إن لامور باترنيل، الحب الأبوي يحب الأم، حب الأم. فمختلف تماما، يعني محبتين مختلفة تماما، وبالطبع مختلفة من حيث الأحاسيس، من حيث المشاعر، من حيث حتى التفاعلات إلى غير ذلك. نحكي اليوم بالأساس عن المحبة بين المرأة والرجل، واللي الحقيقة كما قلت أنت هناك تصنيفات عديدة، هناك تجارب عديدة. أنا يعني خذيت برشا من سواء كان من بعض كتاباتي، سواء كان من بعض قراءاتي، سواء كان حتى من تجاربي العيادية وتجاربي الذاتية، لأنه المحبة أصناف. أيوة. صحيح. واللي ما يعرفش الصنف نتاعو بربي من اليوم ما مسالش يكلمني يقول لي زعما هو في انا صنف باش نجموا نتفاعلوا معاه. واللي ما يعرفش يحب راهو ما يعرفش يعيش، ما ينجمش يعيش وما يعرفش يعيش. واللي ما يعرفش يحب زيد باش يتواصل، ولا باش يلتزم، ولا باش يتزوج، راهو حياة بلا محبة ما عنده حتى معنى.
يعني قلب من غير غرام، جسم من الروح خالي. هكا قال محمد عبد الوهاب. فأنا مش نشوفهم، مش نصنفهم من الأفضل إلى ربما المحبة اللي في درجة اللي تنجم تكون مرضية. مرضية. صنفتها في عندي أحد التصنيفات، هو المحبة المرضية. ثم المحبة الأولى واللي هي الحقيقة، خلينا نقول زاد، قد تكون محبة وجدانية، قد تكون محبة إلهية بالأساس، روحانية. يعطيك الصحة. الروحانية اللي بعدها الحب، المحبة أو الحب اللا مشروط، لامور انكونديسيونيل، اللي عادة من الخالق إلى الخالق، من الرب إلى عبادة، ما في حتى كونديسيون، محبة موجودة وبس. قد نجدها عند بعض الزيجات، قد نجدها عند بعض العلاقات، قد نجدها لأن احنا مستوحين حتى بعض صفاتنا مستوحاة من أسامي الله، الرحمن، الرحيم، عبد الرحمن، يعني القادر إلى غير ذلك. فما بعض ربما اللي يعيشوا محبة غير مشروطة، وهذه حاجة اكسبشنال. نتمنى أنه من يرى نفسه أنه في محبة لا مشروطة يعني يحكي لنا. والمحبة هذه هي عادة لا تنتهي أبدا، ما تفاش، انكونديسيونيل، سي إليميتي. نمشي للحب الثاني اللي صنفته في الدرجة الثانية، الحب الروحاني، لامور سبيريتوال، اللي هو خلينا نقول محبة من الروح إلى الروح. هناك ساعات، وهنا الناس اللي يكونوا روحانيين ممكن يفهموني أكثر من غيرهم، لأنه ساعات فما أرواح لا تلتقي، يعني هي تحب بعضها ولكن لم تلتقي، أو الحياة لم تجمع بينهما، ويبقى ساعتك الأرواح تلوج عن بعضها، حتى في يوم من الأيام أو بعد سنوات أو بعد عشرات ومئات السنين تلتقي تلك الأرواح مجسدة في شخصين اللي الحب متاعهم من الروح إلى الروح. قال محمد إقبال: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، ودق أثنينه صدر الفضاء، ومعدينه ترابي، يعني سيئما ترى ولكن جرت بلغة السماء. فبالتالي يعني هي محبة روحانية، محبة مقدسة وجميلة برشا. قد نجد بعض الناس زاد كيف يعيشوها بشكل كبير ولفترة طويلة. مشينا للنوع الثاني. النوع الثالث هي اللي سميتها، هي خلينا حطيتها هنا باش ربما هكا نخفوا شوية، صاعقة الحب، لو كود فوتر اللي موجودة وذكرها العلماء وذكرها الأخصائيين، واللي هي كما اسمع على جسمها الفودر، الصاعقة تجي قوية، ساعات تخوف الإنسان، يتخبى هكا في بالقدا ويدخل الدار ويسكر، تجي صاعقة قوية ثم تختفي تماما بعد ما تقشع السحب، تختفي. عندها تفسيرات نفسية، عندها تفسيرات عاطفية، عندها يعني باسيونيل، عندها تفسيرات حتى يعني هرمونية، ولكن في الواقع هي محبة لا تدوم وتأتي في ظرف معين، ومبنية خاصة على قدر سرعتها، على قدر اختفائها. المحبة هذه ما تدومش برشا على المسألة يقولوا بعض مختصين على الجانب الباسيونال، يعني الجانب ربما أكل الجمالي، جانب الجنسي، هكا انجذاب أكثر منه. يعطيك الصحة. ثم الحب سميته الحب المشروط، لامور كونديسيونيل. وانا صنفته فما دي سو كلاس، خليت فيه دي سو كلاس. ما تصعبهاش برشا دكتور، ما تصعبهاش، ما يسالش، كل واحد يرى في نفسه، ما يسالش يكلمني يقول لنا المشروط. فما شكون يحب بشرط الجمال، تحبها مزيانه، تحبه طويل واسمر ما هنا نحكيو على المواصفات الجسديه. فوالا فما دونك لانه تحبه لجماله، حبها لجمالها. ساعات فما محبه مربوطه بالجنس، لانه جسد مرتبطه بالشهوه الجسديه، يعطيك الصحه. فما مربوطه بالمال، فما مربوطه بالجاه،
بالاصل هذه محبه المشروطه هذه تنتهي، تبعني منيح، تنتهي عند انتهاء الشرط. ايوه ولا اش معناتها؟ وهذه نشوفوها ونسمعوا فيها في امس الليل. مرض ما عادش قادر كي قبل، ما عادش طويل وجميل وشديد البنيه، تمشي وتخلى عليه، تتغير ولا مكانة المحبة، فتتغير، ما عادش عنده قدرات لانه مرض ولانه وقعته اضطرابات ولا تعكرات. دونك هنا المحبه هذه للاسف تنتهي عند انتهاء الشرط. الخامس صنفته انا الحب الصامت، لامور سيلونسيو. ينجم يكون من طرف واحد. هذا الحب هذايا قد يكون حب موجود، تبعني، حب موجود بين الطرفين، بين الطرفين. قرأت في احدى الصفحات جميلة، صفحة اسمها الأقوال المأثورة، كوبل عايشين مع بعضهم 50 سنة، ولكن قالت له عمرك ما قلت 50 سنة نحبك. كلمة نحبك ما تقالتش، ما قالتهاش، ما قالهاش. قالها تتذكر وقت مشينا في هكا مع بعضنا والبرد والطر وكذا، كيفاش نحيت الكابوت نتاعي وغطيتك بيه. قالت نتذكر. قالت تتذكر لي انا مرضت وقتها وانت لاباس عليك؟ نتذكر. قالت تتذكر وقت مشينا مع بعضنا باش نزوروا ابنك على سقينا وتعبت وزيتك على ظهري لين انا مرضت وانت لاباس عليك. حسيت بدا يذكر فيها، قال لي هذيك معناتها اللي انا نحبك. اي من غير كافي. من غير كافي. ولكن هنا انا من بين الركائز في المحبه هي الكلمه، الكلمه الطيبه، يتم التعبير على الاحساس. واحنا دائما نؤكد في هذا المجال في برنامجنا انه راهو الكلمه الطيبه اساس العشره. بالضبط. وبقدر ما تكون كلمه طيبه موجوده ومستمره ونقولها بشكل يومي، بقدر ما تكون فما انتعاش لهذه المحبه اللي هو يعني ساعات يكون حب صامت. فما ناس يسون با اكسبريسيف، ما يعبروش، ولكن يعبروا هذه مرتبطه بطبيعه الاشخاص وتربيتهم. ولكن في نفس الاطار يعني سو كلاس نتاع الحب الصامت، الحب من طرف واحد اللي وللاسف قلنا ونعاودوا ونكرروا اللي هو حب موجود، ما نقولوش اللي هو محبه، نعم، ولكن من طرف واحد، ومأهله دائما يعني الاضمحلال والفشل لانه هو من طرف واحد ومسكوت عنه. ثم دوتر يعني انواع اخرى تقول لي دكتور هذايا بديت يصعب علينا. واحد سميته يعني الصنف السادس الحب الصاخب. الصاخب يعني هذايا اللي يكون حب معزوز من الناس، لكن تقام نقول احنا ساعات ديما تلحم بيناتهم، هارك معناها ديما الصوت مرتفعة، أقل حاجة بيناتهم، ولكن فجأة يرجعوا ويرجع تبشبيش ويرجع هكا قاعدة مع بعضهم، يتكلموا مع بعضهم، يسروا مع بعضهم كأن شيء لم يكن. وقت حتى في عهد الرسول كان متعدي هكا قدام يعني أبو بكر كان متعدي قدام أبو بكر، هو متعدي قدام بيت الرسول وقتها متزوج بعائشة اللي هي بنت أبو بكر، يسمع في حس وعياط وكذا، فطرق الباب باش يشوفوا شو غزرت، دخلت يعني ضحك هو ضحكت هي، قلت فما شيء كنا هكا شوية نحكي يعني فما الحب الصاخب. وهذايا أنا نسميه أنا الحب الحب المعبر الاكسبريسيف، يعبروا مش صامت. يقولوا ناس بكري تعدى على واد هرهار ما تعديش على واد ساكت. فهذا الحب الصاخب يعني مش معناتها انه الحب العنيف، لا ما نقصد به الحب العنيف، انا تو نحكيو فيه بعد. اما الحب الصاخب هو الناس اللي يحبوا بعضهم لكن اوت فوا بشكل اخر، حتى وقت مش يحكي ولا مش هكا يتناوشوا باوت فوا، الى سي اون فورم ديكسبرسيون موجود. وعكسه هو الحب الصامت. فما الرقم 7 انا سميته الحب المرضي. قداش وصلت من اسكت شوي يا برشا دكتور، مازال 4 دقائق. لا مازال عندي وقت. مرة هذه كلها حاولت نلخص برشا. فما زاد كيف
الحب المرضي وصلنا توا المرضي رقم 7 مش تحكينا عليه. هنا عديد من الانواع. هنا فما الحب اللي نقولوا لا واعي. ما معنى الحب لا واعي؟ تزوج امرأة لأنها تشبه أمه وأحبها وأحبته. هذوما كله أمثال عيادية. وأحبته. نحكيو على اختزان لصورة في شخص معين يحاول أنه الصورة هذه يلقاها موجودة في شريكة حياته. برافو. وتبع لي التسلسل. ثم وقت ودخلوا مع بعضهم وكذا وبدأت علاقاتهم الحميمية. مع أنه هو اختار صورة الأم في ذهني وفي اللاوعي متاعه كأنه يباشر مع أمه. دونك ولات عنده نوسيون نتاع نقول احنا نسموها لا ريلاسيون انسيستيوس، العلاقة المحرمة. شو كيفي اللي ولا عنده مانع اللي بعد بهيك المنع ذاك ولا عنده ما يسمى بالقذف المبكر جدا جدا اللي طرح مشكلة اللي هم جابته للعيادة وقت بعد عملت التحاليل نتاعي. ماني قلت له انت متزوج امك، انت مش متزوج امراه حبيتها. فهمت؟ لانه هو ابن من عائله يعني من زوجين مطلقين وتربى عند جدته وعند امه فقط. دونك الحب اللاواعي. ثم شكل من الاشكال جدا انت اكيد وحكينا عليه، الحب النرجسي ونقاوه خاصه عند هذوما المنحرف النرجسي. النرجسي يحب قادر انه باش يحب. حبه هو يلفيسا بار امور. يأمل يلفيسا بار امور، يعني هو يعمل اللي يعمل فيه هذاك بار امور. لانه الشخص النرجسي هو شخص غير سوي في سلوكه. غير سوي. احنا قلنا الحب المرضي. فوالا غير سوي. سي لامور مالاديف. بالضبط. فما زاد كيف وانت ذكرتها قبليك اللي دخلتوا في صنف الحب المرضي، حب التملك. تملكي. يعني هذايا اللي يخلي يعني ساعات الانسان يولي يفقد حتى السيطره ويولي ينتقل من صفه محب الى صفه استبدادي. أيوة. يعني استعماري هو اللي هو انت نتاعي انا ونتاعي انا فقط، وانا تنتج عليها برشا حكايات، برشا يعني حالات عياديه ربما ما يوصلنيش الوقت باش نحكي عليها. ثم ما يسمى زاد كيف الحب القاتل اللي هو في الحب القاتل. سي هنا اللي تنتج عليه سكون ابل لي كريم باسيونيل. يعني لي كريم باسيونيل اللي هم موجودين وقت من فرط الحب، من فرط الغيره قد يتسبب في في قتل احد المتحابين. صنف ثامن واللي مفروض حقني حطيته في المرتبة الثالثة ولا الرابعة هو الحب الرومانسي. يعني خاطر فيه عاطفة، فيه ألفة، وما أحوجنا كما قلت أنت فيه حب وعاطفة وفيه برشا تعلق من الطرف الآخر. الحب الرومانسي هذوما في الجملة أغلبية الأصناف اللي تقريبا متواجدين. فما برشا قلت لك تصنيفات هذوما اللي من خلال حتى الاستماعي فيهم سلي، من خلال حتى كتاباتي حاولت باش نستخرجهم بالطبع. ربما بعد ما نستمع من ملاحظات المستمعين كل واحد يصنف روحه وين يحط روحه زعما. فانا حب فانا خانه. هذوما تصنيفاتك دكتور. خلينا نحكيو على العناصر الاساسيه وقت اللي نلقاوها موجوده نقولوا هذه محبه مش حاجه اخرى، ما هي شهوه عابره ربما، لكن نحكيو على محبه فعليا. لانه احيانا نلقاو فما وضعيات نتاع كونفيوجن، معناها تدخل الامور بعضها، فما تداخل في الاحاسيس، في العلامات، في غيره، فما عادش تفهم هل انه هذا اللي حسيته هو فقط مجرد اعجاب او انه محبه ام انه وله ام انه عشق. معناها التسميات الكبيره والكثيره اللي ما شاء الله معناها تسخر بها لغتنا العربيه. شوف محبه هي احاسيس، وخليني نقول راهو حتى عند وقت نقرأه برشا حول هذا الموضوع تقش تفسير خاص للمحبة. كل واحد عنده تفسيره خاص للمحبة متاعه. فبالتالي يعني المحبة نقول أنه إذا كان محبة، إذا كان نعطيه هكا بلغة ماتيماتيكية فهمت، تساوي اهتمام، عاطفة، تبادل، يعني تواصل. إذا كان هذول مش موجودين
يعني ما فماش ابارك الاحاسيس الداخليه، التزام موده، يعطيك الصحه، موده، رحمه. فبالتالي هذوما الكل عناصر التي تعطي المحبه قيمتها. صحيح فما مشاعر، فما بعض من الاصناف اللي تلقاها عنده مثلا المحبه الروحانيه، الامور سبيريتويل، سي دي سونتيمون يعني اكستراوردينير، يجيو بشكل غريب برشا، ويحس الانسان كانه في عالم اخر، والتفاعل بينه وبين من يحب هو تفاعل خاص جدا. بالضبط. لكن في جانب باسيونيل، في جانب يعني افكتيف، يعني في جانب عاطفي، في جانب يعني واحد جسدي، ولكن يبقى دائما الجانب الروحاني هو الذي يطفو على سطح. فعلا بالضبط. ان شاء الله المحبه تكون ديما حاضره في حياتكم، مزينت لكم حياتكم، لانه المحبه هي مفتاح من مفاتيح السعاده بالنسبه للانسان وللكائن البشري. نرجع لكم بعد موجز الانباء 9:30 باش نواصلوا معكم اللقاء على موجات اذاعه شباب الى حدود منتصف الليل 71 844 411 للتواصل معنا. استشارة